بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله جايين نتكلم عن مكافأة اوبر للكابتن الماسي. يعني ايه الموضوع ده؟ انت عندك في اوبر كذا مستوى، اعلى مستوى فيهم اللي هو المستوى الماسي، وده عشان توصل له لازم تحقق 1000 نقطة. من بدري اول ما ظهرت كانت 800 نقطة، دلوقتي خلوها 1000 نقطة. فانت لو حققت 1000 نقطة خلال 3 شهور الشركة تبعت لك الرسالة دي. يعني انا الثلاث شهور اللي فاتوا اللي هم خلصوا 31/10 الشركة اولهم بعتوا لي الكلام ده. اوصل الى المستوى الماسي في اوبر برو بنهايه شهر اكتوبر واحصل على 2500 جنيه مصري في تحدي الشريك الماسي. فدي شروطها ايه؟ شروطها ان انت لازم تكون واصل للمستوى الماسي، ده اول حاجه. تاني حاجه ان انت يكون نسبه الالغاء عندك مش نسبه القبول، عشان انت عندك ثلاث حاجات زي ما قلنا قبل كده: التقييم، وفي النص نسبه القبول، واخر حاجه الالغاء. الالغاء ده اهم حاجه، عشان انت لو نسبه الالغاء دي كبرت ممكن تاخد بلوك. لازم تكون نسبة الإلغاء دي ما تزيدش عن 4%. أقل من 4% زي الفل، أكتر من 4% هتطلع من الشريك الماسي ده. وتحقق 1000 نقطة. 1000 نقطة خلال 3 شهور. يعني المرة اللي فاتت كانت بادئة من شهر 8 و9 و10 لغاية يوم 31/10. الفترة الجاية اللي احنا بدأنا فيها دي بادئة من يوم 1/11 لغاية يوم 31/1. وانت لو جات لك الرساله دي في الفتره اللي احنا فيها دي، لو جات لك الرساله دي نفس الرساله انت شايفاها على الشاشه دي قدامك، يبقى انت كده دخلت في المسابقه بتاعه الشريك الماسي. ولازم تحقق 1000 نقطه عشان تاخد 2500 جنيه. وانا عامل لك الفيديو ده ليه؟ عشان في ناس كتيره بعتت لي ان هو ما عملش القصه دي، او هو ما جاتلوش الفلوس او الكلام ده. انت لو حتى يعني في ناس مثلا حققوا ال 1000 نقطه، انا كنت برضك بشتغل على القصه دي، عديت ال 1000 نقطه كمان عشان احقق ال 2500 جنيه اللي لسه نازلين لي امبارح بالليل، والنهارده هيجوا لي على المحفظه باذن الله، ربنا يديها الناس كلها. هي بصراحه حلوه ان انت مثلا بتشتغل في الاوقات اللي هي فيها 3 نقط، عشان برضك الناس تعرف تشتغل امتى. اول حاجه انت عندك طول الاسبوع، طول الاسبوع في نص الاسبوع من يوم الاحد ليوم الخميس، الخمس ايام دول عامل لك ايه بقى؟ عامل لك من الساعه 6 الصبح للساعه 9 الصبح، الثلاث ساعات دول اي رحله هتاخدها ب3 نقط. ده اول حاجه. وبعد كده من الساعه 3 العصر للساعه 7 المغرب اي رحله ب3 نقط. دول الوقتين اللي هم في نص الاسبوع، الخمس ايام. يوم السبت اي رحله بنقطه في اي وقت في اليوم. يوم الجمعه من الساعه 7 بالليل لغايه الساعه 12 بالليل. دي الاوقات ركز عليها قوي، دي الاوقات اللي اي رحله هتعملها ب3 نقط عشان خاطر تخش في موضوع الماسي وكده. انا كنت بشتغل على الاوقات دي وعديت ال1000 نقطه كمان، والحمد لله نزل لي ال 2500 جنيه. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان في ناس حققت ال1000 نقطه قبل يوم 31 اكتوبر. بص الشروط بيقول لك ايه: ان انت حاليا وصلت مش عارف المستوى الماسي بنهايه شهر اكتوبر، ستحصل على 2500 جنيه في تحدي الشريك الماسي، مع ملاحظه ان يمكنك الفوز بما في فتره واحده فقط في خلال السنه. يعني بيقول لك مع العلم ان انت مش هتفوز بيها غير في فتره واحده بس في السنه. يعني احنا عندنا السنه هيبقى 4 دورات، كل دوره 3 شهور. انت عشان برضك تخلي بالك من القصه دي، عشان ساعات الابلكيشن بيبعت لك رسائل بدون قصد او كده، فانت تخلي بالك من النقطه دي ان انت تاخدها مره واحده في السنه. يعني انا دلوقتي يعتبر في 2023 خدتها، مش هاخدها تاني غير في 2024. فدي ركز في الحته دي، عشان في ناس بتبعت لي بخصوص النقطه دي. هم كاتبين لك اهو ان انت تحصل عليها مره واحده في السنه. لا تزال شروط النقاط ومعايير الجوده ساريه. تقييم السائق اقل حاجه كام؟ 84 او اعلى مفيش اي مشكله. ومعدل الالغاء 4% او اقل. بيقول لك اقل حاجه تقييمك يكون 84، يعني 4 جنبه فاصله 80. ده كده تقييمك. ونسبه الالغاء ما تزيدش عن 4%، تقل مفيش مشكله، والتقييم يعلى مفيش مشكله. بيقول لك ايه: سيتم دفع المكافأة خلال 14 يوما اعتبارا من يوم 31 اكتوبر. فخلي بالك من النقطة دي، عشان الناس اللي هيجي لها الرسائل الفترة الجاية دي هيقول له اعتبارا من 31 واحد. فهي دي الفكرة. فانت دلوقتي بيقول لك ان هو هيبعت لك الفلوس اعتبارا من يوم، خلال 14 يوم اعتبارا من يوم 31 اكتوبر. يعني في ناس حققت، في ناس بعتت لي من اول شهر اكتوبر، وفي ناس من اخر شهر 9 محققه ال 1000 نقطه عشان شغاله كتير.
فبعتوا لي بيقولوا لي انا حققت وتقييمي كويس ونسبه الغاء كويس، وما بعتلوش الفلوس. مش هيبعت لك الفلوس، هو في الرساله لو انت مسكت الرساله دي وقريتها صح وفصصتها هتفهم كل اللي انا بقوله، اللي انا عامل الفيديو ده عشانه. بس في ناس بتاخد وش الكلام، ما بتاخدش الرساله كلها بالظبط. بيقول لك هيبعته لك الفلوس عشان هو طبعا عنده ناس كتيره محققه الكلام ده، فهو بيفرز الناس دي وبيقول لك ان انت جات لك رساله ومش عارف ايه والكلام ده. وبعد ما تحقق، يعني انا دلوقتي بعد ما كملت ال1000 نقطه وعديت يوم 31 اكتوبر الفلوس ما جاتش. انا استغربت، قلت ايه انتوا هتلعبوا معايا ولا ايه؟ فبعدها من كام يوم كده بعت لي الرساله دي، بيقول لي مبروك فوزك في تحدي شريك الماسي، لقد نجحت في الوصول الى المستوى الماسي في اوبر برو. خلال فتره التحدي سوف تتلقى مكافاه قيمتها 2500 جنيه خلال 14 يوم اعتبارا من يوم 31 اكتوبر. نفس اللي قالوا لي قبل كده، بس هو دلوقتي دي رساله تاكيد اللي هو بيقول لك مبروك. بس فاحنا مش بنعمل دعايه لاوبر ولا بنعمل اي حاجه. اوبر دي شركه 60 في 70، وانا الحمد لله حققتهم من فتره. اليومين دول والله العظيم 3 الواحد اخره رحلتين 3 بالكتير قوي في اوبر. فانا بقول لك ان انت يعني زي ما بيقولوا كده، اللي يجي منهم احسن منهم. الناس دي ناس ولاد لذينه، فاللي يجي منه احسن منه. بس هي دي الفكره، وربنا يصلح حال الجميع. واحنا بس بنحاول نفسر الموضوع للناس. اي شركه بيكون فيها اي مشكله، فيها اي حاجه، في حاجه مش مفهومه، بنطلع بنعمل فيديو نعرف الناس ده كذا وده رايح فين وده جاي منين، عشان الناس بس ما تحاولش ايه تشغل دماغها في الغلط. فاحنا بنحاول نفسر اي حاجه. اي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا، حاجه مش فاهمها يبعتها لنا. واهم حاجه، لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. واوعى تنسى اللايك، اللايك ده اهم حاجه. وقبل ما نبدا الفيديو هنعمل ايه؟ هنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وربنا ينصر اخواتنا في غزه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.